السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جبنا لكم 4 أنواع حلويات الصابلي بأشكال مختلفة لمناسباتكم لأفراحكم وللأعياد. يعني حلوة الصابلي بأشكال مختلفة سهلة التحضير، بسيطة جدا كما كنت تشاهدوا. تجي تذوب في الفم، تجي ما شاء الله. قسمت لكم أنا حبة تاع الشوكولا، وحتشوفوا أنا حبة ثانية تاع الشوكولا البيضاء. إذا نحو فقط الشوكولا من الفوق ونقسمها لكم. قلت تجي ما شاء الله، والكمية تكفيكم لمناسبات تكون يعني مناسبات الأفراح لكم. تابعوني الوصفة كامل، هاكم تشاهدوا أشكال مختلفة. إذا نحتاج في هذه المقادير التالية، تابعوني. قلت إذا نحتاج 500 جرام مارغرين، كيسان سكر جلاسي. إذا حنملأ الكاس الأول ونزيد نجيب كاس ثاني. إذا نقول 500 جرام مارغرين بحرارة الغرفة، أو كما أنا درت هنا زوج علب تاع 250 جرام مارغرين، زوج كؤوس تاع أموالي تاع 220 مليلتر سكر جلاسي، رشة الملح، ونزيد لها كاس زيت المائدة. إذا نعاود، قلت 500 جرام مارغرين تكون طرية بحرارة الغرفة، كاس زيت، زوج كؤوس سكر جلاسي، ورشة الملح. ونبداو نضربوهم بالباتور جيدة حتى يولوا لنا خليط كريمي. إذا لازم بعد ذلك إذا حنضيفوا 3 صفار بيض مع 3 بيضات، جوج كيسان مايزينا، فارينة لجمع العجين، وكيس ونص خميرة الحلويات اللي هي 15 جرام. إذا هنا حنضرب الزيت مع المارغرين مع السكر جلاسي ورشة الملح حتى يرجع لنا الخليط كريمي. وبعد ذلك نرجع لكم. إذا هذه المرحلة لازم باش ينجح لكم الصابلي تاعكم. إذا راكم تشوفون نبقى غير بالعقل ونخلط حتى نشوف صباح خليط كريمي. نبدأ نضيف البيض بالتدريج. قلنا البيض 3 بيضات مع 3 صفار بيض، يعني كل كمية تاع مارغرين ولا تاع الزيت يقابلها صفار بيض وحبة البيض. إذا بعد ما درت الكمية كاملة تاع البيض يعني دخل جيدا في الخليط، قلت لكم ضيفوا البيض بالتدريج باش وعلاه الخليط تاعنا ما يهربناش ويولي لنا لتحت يعني مملوء بالماء هنا باش يبقى لنا الخليط كريمي. بعد ما نخلطه جيدا ونشوف الدمج للبيض مع الخليط السابق كله، إذا نوقف في العملية ونضيفه. شوف هذا هو القوام اللي نحتاجه. إذا هنا بعد ما خلطت نجيب زوج كؤوس مايزينا. اللي تحب ما تكونش عندها مايزينا بزاف دير كاس يكفي. أنا هنا استعملت زوج كؤوس مايزينا. نحاول نحي الزبدة فقط أو الخليط من هذا يعني الخلاط تاعنا، وبعد ذلك نواصلوا الخلط. قلت هنا زوج كؤوس مايزينا، بعد ذلك ملعقة صغيرة مملوءة لافاني، ما نساوش لافاني باش ينكه لنا الخليط تاعنا. ونزيدو الفارينة مع قلت كيس ونص خميرة الحلويات، ما يعادل 15 غرام خميرة الحلويات. إذا بهذا الشكل ونخلط نتحصلوا على خليط يكون طري. أنا نقول لكم على خليط طري لأنه راح نقسمه على 4 وكل واحد راح نكهه بنكهات مختلفة. إذا قلت إذا بعد ما نخليه نتحصلوا على خليط يكون طري بزيادة، لأنه باش راح نقسم الخليط على 4. خليط واحد راح نضيفوا له جمالة كاكاو، خليط آخر راح نضيفوا له قشور أو لزست القارص، والخليط إذا أول خليط حنقسم. قلت بعد حنقسمه على 4. ناخذ الخليط الأول، درنا كما شفتوا قشور الليمون، بعد ذلك نزيد له الفارينة ونجمع الخليط مع عطر الليمون. إذا نعاود، درت قشور ليمون مع ملعقة صغيرة
عطر الليمون والفارينة نجمعه باش نتحصلوا على صابلي يكون مازالو طري ويتفتح لنا عادي الصابلي تاعنا اللي نعرفوه. هذا الشكل راح نديرو شكل القلوب اللي شفتوه، والتزيين يبقى اختياري. عفوا هذا الشكل. اذا الليمون هذا راهم يتباعوا 30,000 ليمون، نحاولوا نملؤهم بهذا الشكل. شوفوا الزيادة كي تضغطوا عليه الزيادة خرجوها كامل نحوها حتى تحصلوا على عجين بالذات. إذا نحاولوا تحصلوا على عجين يعني بالتمام يجي معاه. نزيد الأشكال الأخرى ونكون سخنت الفرن على 180 درجة. إذا نحطوا حتى نشوفوا الصابلي تاعنا تحمر في الجوانب. في هذه المرحلة راح نجبدو ونبدأ نحطوه غير بالعقل ونخليه يبرد تماما. إذا راح نكمل كامل الكمية ونحطه في الفرن. إذا نتوما كملوا العملية هكذا حتى نكملوا العجين كله. إذا نروحوا للعجين الثاني اللي حنضيف 2 ملاعق كاوكاو و2 ملاعق الجاتو أي نوع جاتو اللي عندكم ترحيوه. قلت 2 ملاعق كبار كاوكاو، 2 ملاعق جاتو اللي تحبوه اللي كاين عندكم، ونجمعوا الباقي بالفارينة. قلت حتى تحصلوا على يعني الصابلي قلت لكم يكون الطري، ما ديروش يابس لانه يابس حيغسل لكم كامل الجاتو تاعكم. دائما تحصلوا على ما يلصقش في اليد ويكون طري. اذا بعد ما تحصلوا على الجاتو نبسطوه في طاولة العمل ونديروا على شكل قلوب. وانتم نديروا دوائر ولا قلوب ولا وردات، انتم الشكل اللي تحبوه. قلت يبقى التزيين اختياري، نعطيكم بعض الاذواق والتزيين يبقى لكم انتم اختياري كما تحبوه. اذا بعد ما فتحت العجين حوالي بسمك تقريبا 1 سنتيم، لانه هذا مش حنلصقوه معه، تقريبا 1 سنتيم. نكمل القلوب تاوعي نحطهم في صينية ندوها للفرن حتى نشوفوا حمرنا من الأسفل تماما، ونحطوه يبرد باش نزينو نكملو تزيين تاع الحلوة الثانية تاعنا. إذا قلت بعد ما قطعوها نحطها في الفرن 180 درجة تحمرنا شوية من تحتها ونحطوها بجانب. نروحوا الثالث هنايا درت له عطر الفراولة. قلت كل مرة نديرو نكهة من النكهات للصابلي، عطر الفراولة. وبديت نجمعو بالفارينة حتى تحصلوا على عجينة هنايا عجينة وردية، لونها وردي فاتح. إذا هنا هذه راح نديرها صابلي عادي بتزيين عيد سعيد ولا مهم. موجودين طوابع بأشكال مختلفة. أنا درت لكم أنا الطابع اللي عندي قلت، ويبقى المسألة اختيارية. راهم طوابع بأشكال مختلفة ومتنوعة وفيهم كتابات مختلفة. إذا حنرش طاولة العمل كما كنت تشاهدوا، وأنا هنا قلت لكم أنا كنت جبت طوابع عندي عيد سعيد. قلت كاين صحة عيدكم، كاين عدة طوابع يعني مبروك عليكم. هنا حنقطع بهذا الشكل شوفوا ونخرج العجين بكل سهولة. شوف إذا خصنا هذه الأيام راهم كاين ناس راهم تجي من العمرة، إذا نقدروا بالعجينة هذه نديروا سنيوة كبيرة تاع الصابلي بأشكال متنوعة وندوها في يدنا نهنوا بها للناس اللي عزاز علينا. إذا هنا أنا راح نطيب الصابلي تاعنا في درجة 180 درجة حتى نشوفوا حمارنا من الأسفل، ننزعوه جانبا. نروحوا للعجينة الثالثة اللي نجيبوها نحطوها كما كنت تشاهدوا. نزيدوا لها ملعقتين كاكاو ونجمعها بالفارينة. إذا شفنا بلي خصها فارينة باش نديروها هذه بذوق آخر. نشوفوا هنايا راح نضيف الفارينة بالتدريج ونعجن العجينة حتى تحصلوا على الذوق الثالث اللي هو بذوق الكاكاو والشوكولا بالحليب أو الشوكولا السوداء. هنا
إذا نحاول نعجن العجينة حتى تحصل على عجينة تكون قلت طرية مثل السقش في اليد. بعد ذلك إذا نفتحوها، أنا اخترت الشكل الدائري، وانتم قلت لكم الآن اختاروا شكل الوردة ولا نجمة ولا أي شكل اللي انتم راكو حابينه. إذا نبقى نجمع كما تشوفوا العجينة كامل البنية، قلت نفتحها على طاولة العمل. إذا هاو الشكل تاعها قلت لكم يبقى العجينة طرية. إذا نفتحها هنا، نرشوا طاولة العمل، نفتح العجين تاعنا بهذا الشكل. وأنا هنا قلت لكم اخترت الشكل الدائري، وانتم الآن اختاروا الشكل اللي تحبوه، يعني تبقى مسألة أذواق. شوفوا أنا هنا الوردة اللي كان عندي وردة، هاكم راهو، وحنختار الشكل إذا دائري يكون هنا. ما ديروش خشينة بزاف، حوالي ما تفوتش نص سنتيم، لأنه فيها شوية خميرة راح تطلع لكم، وراح تديروها انتما طبقتين على هذيك اللي ما تكونش قلت لكم خشينة بزاف. هنا حنبدأ الحلوة الأولى. ذوبت الشوكولا البيضاء في حمام مائي، راح نضيف ملعقة مملوءة جيدا الزيت، تعطي لها لمعان، والشوكولا تاعنا تشد لنا مدة أطول، لأنه نعرف الزيت يلعب كحافظ يعني للقاطو تاعنا. وأنا هنا كنت خدمت، كانوا عندي أشكال عيد سعيد ولا حج واسمه عمرة مقبولة، أشكال تاع البلاستيك تتباع، ذوبوا الشوكولا بنفس الحالة هذيك ما كنت تشاهدوا، ونحطها في ليمول هذوك، ودرت لهم لماع غذائي باش يعطينا الشكل هذا الدوغي اللي راكم تشاهدوه. أنا هنا شوكولا نطليها بالخف، هاك تشوفوا حتى هذيك الزيت تعطي لها طراوة لهذيك الشوكولا، وتعود تمشي لنا في الحلوة بكل سهولة، باش تجيكم سهلة في يعني في الكلاصاج تاعها. هنا خليها تريح شوية، أنا هنا ما خليتهاش ريحت بزاف، نتوما تخدموا 4 5 وحطوا بهذا الشكل الشوكولا باش تجي شكلها جميل كما راكم تشاهدوا. أنا حنكمل العملية كلها، نطلي الشوكولا، نطلي الحلوة تاعي كامل بالشوكولا، نزينها ونرجعوا للشكل الموالي. الشكل الموالي اللي شفتوه الآن درنا بذوق الفراولة. عندي هنا المعجون ولا الناباج، وراح ندير الجوانب تاعو بنواة كوكو ونحطه جانبا. شوفوا هكذا، ونحط العمل تاعي جانبا. إذا حنجيب صحن آخر نحط فيه القاطو تاعي ونكمل العملية. انتم لصقوا كامل القاطو تاعكم بالمعجون، ومن بعد عاودوا ديروا الجوانب بالبانسو وحطوا كملوا العمل كله. أنا بعد ما كملت الحلوة تاعي الثانية مباشرة رحت للنوع الثاني. شوفوا إذا قلت لكم راح ديروا الناباج قلت ولا المعجون اللي تحبوه، إذا هاو النوع الثالث اللي هو أشكال مختلفة. هنا تحبوا تحمروها كامل كما حمرتها، ولا تحبوا تخلوها شوية صفراء. أنا الناباج هنا تاعي زدت له الملون الفراولة هنا، أو اللي ما يحبش الذوق يدير فقط الملون بدون ذوق. هنا وعلى درنا الناباج ما درناش كونفيتور، لأنه الناباج يخليها تبقى متماسكة وتشد روحها بلا ما يسيح لنا. أما الكونفيتور ما يشدلناش وتشربوا العجينة بكل سهولة. إذا هنا أنا نكمل العملية كلها بهذا الشكل، وبهذا نكون كملنا تزيين للحلوة تاعنا. الحلوة الأخيرة درت ملعقة كما شفتوا، ذوبت الشوكولا. أنا الشوكولا درت خليط بين الحليب وشوكولا سوداء داكنة، وزدت لهم ملعقة كبيرة الزيت. شوفوا قلت لكم كي زدت لكم غرف زيت هذوك الشوكولا تاعنا تطرى وتولي سهلة باش نطليو بها الحلوة تاعنا. هنا فيما يخص يعني الكاكاو، العجينة الكاكاو درت شوية، ديروا غير شوية طوفية، لأنه كي تتكثروا منها بزاف راح تخرج لكم من الحلوة. كي ديروا الطوفية مباشرة حطوها مباشرة، حطوا لها الشوكولا
وخلوها تنشف مباشرة باش ما تعيكمش، وبالكوا تكثروا الطوفية، لأنه لو تكثروا لها مباشرة راح تنحلكم الحلوة تاعكم. شوفوا بهذا الشكل، ونحط جانبا. راح نزيد العملية، أنا كنت درت حبات مقبل، نحط له شوكولا بهذا الشكل ونحطه جانبا. راح نكمل العملية الكل، والتزيين قلت يبقى اختياري. أنا كانوا عندي وريقات في الدوغي حطيتهم مع الشوكولا جو شابين، وانتم أحرى حبيتوا تشروا الديكور أو حبيتوا تخدموه في البيت، وش حبيتوا انتم أحرى. قلت أنا عندي أوراق بهذا الشكل، والوريدات راح نحط لهم دائرة تاع الشوكولا، راهي تتباع في المحلات كما كنت تشاهدوها. إذا هاو الشكل النهائي. عندنا 4 أشكال، قلت لكم تحبوا تدوها في يدكم لأحبابكم، أو عندكم مناسبة يعني تفرحوا بوليداتكم ولا اللي جاوا من العمرة ولا أي شيء، سهلة وكمية ما شاء الله. نتمنى تكون عجبتكم الوصفة. عيدكم مبارك للجميع إن شاء الله. دمتم آمنين. ما تنسوش دايما نقول لكم بدعاوي الخير ليا والوالدي، يا ربي يرحمهم وربي يكون راضي علينا. نتمنى لكم الصحة والهناء. دمتم آمنين، وإلى فيديو آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.